قال الإمام الصادق عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما قال: حب الله نار لا تمر على شيء إلا احترق، ونور الله لا يطلع على شيء إلا أضاء. في أواخر القرن 19 في مدينة السماوة، والسماوة مدينة عراقية تقع جنوب العراق على ضفاف نهر الفرات، وهي مركز محافظة المثنى، تبعد بمسافة 280 كيلومترا جنوب غربي بغداد. وفي هذه المدينة الطيبة في بيت الحاج داخل الوهامي السماوي، حيث ينتمي هذا البيت الطيب إلى عشيرة الوهاميين، وتنتمي بجذورها إلى قبيلة شمر العربية القحطانية. ولد الحاج حبيب داخل السماوي في هذا البيت الطيب، فتربى في صباه على حب محمد وآل محمد، وعلى ذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وخصوصا مجالس الحسين، فنمت في قلبه بذرة الإخلاص وطلب الكمال، فكان يسأل كل من يجده. ويذكر أنه في أول شبابه التقى بأحد أولياء الله فسأله قائلا: سيدنا، أنا أريد الله. سكت السيد واستغرق بنظره بعيدا، ثم التفت إليه وقال: إن الله قريب، والراحل إليه قريب المسافة، لكن إذا كنت تريد الله فاذهب إليه بالحب. قال: وكيف أذهب إليه بالحب؟ قال السيد: الأمر بسيط، اجلس بين يدي الله واطلب منه أن يعلمك حبه، والله تعالى سيعلمك حبه. قال: يا سيد، ولكن بيني وبين الله حجب نفسي. فقال السيد: توسل بأقرب خلق الله، وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، لكن احذر الذي يحب الله لا يفعل شيئا يزعج حبيبه. يحب الله لا يفعل شيئا يزعج حبيبه. فجعل حبيب هذا دستور حياته، بأن كان لا يفعل شيئا إلا بنية الحب لله، في العلن وفي السر وفي الخلوات أيضا. كان يجلس بين يدي الله ويناجيه: إلهي علمني حبك، إلهي أذقني حلاوة حبك، حتى جذبت أيادي اللطف الخفية قلبه وتعلق بالله، فكان يأنس بالمناجاة ويتلذذ بالذكر. فكان يعمل في دكانه يبيع فيه مكائن خياطة، وهو يردد: يا الله أحبك، يا الله أحبك، يا الله أحبك. فكان حاله حال من وصفهم الإمام الحسين بدعائه: يا من أذاق أحباءه حلاوة المؤانسة، فقاموا بين يديه متملقين. بين يديه متملقين. وقد شرب حبيب من كأس الحب، فصار حبيب ومحب.
حتى وصل إلى حال كان من المحبين الفانين في الله، وكان يبكي في الليل والنهار ولا يقر له قرار، حيث أن نيران الحب التي أحرقت قلبه بحبيبه ومعشوقه الله كانت لا تجعله يتحكم في حاله، فكان يغلب عليه الجذب فيخرج في السوق ينادي: حبيبي يا الله، حبيبي يا الله، أحبك يا الله، أحبك يا الله. وكان هذا حاله في جميع أوقاته، بحيث أن جيرانه اشتكى من صوت بكائه في الليل، حيث كان في ذلك الزمان ترقد الناس في فصل الصيف على الأسطح، فكان الحاج يبيت على سجادة صلاته فوق سطح داره باكيا ومناديا: إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، بك استدل عليك، فاهدني بنورك إليك. بحال من البكاء الشديد، فكان سكان الدور حول داره تستيقظ من صوته، إلى أن وصل الحال أن جيرانه قالوا: لم نستطع النوم حتى مات الحاج حبيب، هذا حاله في الليل. وأما النهار فكان يخرج من داره صباحا وهو في حال مستمر من الجذب نحو الله، فكان يناجي الله بقول الشاعر: وحياة أشواقي إليك وتربة الصبر الجميل، ما استحسنت عيني سواك ولا صبوت إلى خليل. مرددا هذا البيت وهو يخطو نحو دكانه، فيقف في وسط الطريق ثم يرمق السماء بنظرة وهو ينادي: إلهي أنا أحبك، بأعلى صوته، ثم يفتح دكانه ويجلس به. منشغلا قلبه بمن جذبه، فيناجي الله مناجاة سيد العاشقين الإمام السجاد صلوات الله عليه: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلا؟
ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا فاجعلني ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك وهيمت قلبه لإرادتك واجتبيته لمشاهدتك وأخليت وجهه لك وفرغت فؤاده لحبك. وكان رحمة الله عليه لم يكن يؤمن بالوصول إلى المقامات الروحية السامية بغير طريق أهل البيت عليهم السلام. وقد ساقته يد العناية الإلهية وبركات توسلاته بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم حتى تعرف على الموحد الكبير السيد هاشم الحداد فتربى على يديه وتكامل، فكان السيد الحداد يكن له حبا خاصا ويجله ويحترمه. وكان للسيد الحداد مجلسا كل ليلة جمعة في داره يجتمع فيه خلص تلامذته ومريديه من سالكين طريق الكمال وطالبين سبل الوصال، فكان الحاج من بين هؤلاء الثلة الطيبة. وكذلك كان صديقا للعالم الرباني والعارف الصمداني الحاج عبد الزهراء القرعاوي، فكان الحاج القرعاوي يكن للحاج حبيب محبة خاصة، بحيث كان يقصده إلى مدينة السماوة ويحط رحاله عنده لعدة أيام يأنس به. وكان الحاج حبيب من الذين رباهم الله سبحانه وتعالى بدلاله ولم يربه ببلائه، فكان مستجاب الدعوة بشكل لا يصدق، وكان يستغرب ممن يقول أنا سألت الله ولم يستجب لي. وينقل أنه في يوم من الأيام أتى شخص له وقال يا حاج أدعو الله منذ مدة طويلة لكي يقضي حاجتي ولم تقضى، فقال له الحاج أنت تجعل الله آخر سبب لقضاء حاجتك، بحيث أنك تذهب يمينا وشمالا، فإن لم يقض الناس حاجتك توجهت إلى الله، والأولى أن تتوجه منذ البداية إلى الله وتسأله ولا تسأل الناس. اذهب واقطع أملك من الخلق وتوجه إلى الله واطلب حاجتك منه.
ذهب الرجل وجاء بعد عدة ساعات. وهو ينادي: يا حاج حبيب، الله قد قضى حاجتي. وكذلك ينقل في أحد الأيام قرر أن يأتي بزوجته ليبقى في النجف لشهرين، وتركها على رصيف الشارع الطوسي، وقصد أحد أصدقائه وطرق عليه الباب. وحينما فتح الباب ورحب به فقال الحاج حبيب: ليس لدي وقت وأهلي تركتهم في الشارع، والآن أريد بيتا للإيجار كي أبقى فيه لشهرين. فأجابه صديقه: يا حاج، ولماذا أتيت بأهلك قبل أن نحصل لك على بيت؟ وكيف أجد لك بيت؟ الأمر يحتاج إلى أن أبحث لك أولا وأسأل معارفي، وهذا يحتاج بعض الوقت. فأجابه الحاج حبيب ضاحكا: لا أعلم لماذا أتيت لك حتى تحصل لي على بيت، والأولى بي أن أطلبه من الله، والله يجده لي بنفس الوقت الذي أطلبه منه. سوف أذهب إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام وأطلب من الله هناك. وتوجه لأمير المؤمنين، وقبل أن يصل إلى الصحن الشريف التقاه أحد أصدقائه وبادره قائلا: من الجيد أني رأيتك يا حاج حبيب، أنا سوف أذهب إلى إيران مع عائلتي ونبقى عدة أشهر هناك، وأعلم أنك تأتي إلى النجف وتبقى عدة أيام، لذلك أطلب منك أن تأخذ مفاتيح البيت ليبقى عندك أمانة وتسكن فيه في أيام تواجدك في النجف. عندها أخذ الحاج حبيب المفتاح ورمق السماء بطرفه قائلا: إلهي انتظرني حتى أقول لك وأطلب حاجتي. وينقل عنه أنه في بعض الأحيان كان يمر بسوق السماوة وهو شيخ ناهز 70 من عمره، في حال لا يرى الخلق، مشغولا بالله حبا وتفكرا وشوقا، فينشد مستشهدا بهذا الشعر وهو يصف حاله: أخفي محبتكم كي لا ينم بنا واش، ولكن دمع العين يفضحون، يا راحلين بصبري والفؤاد معا، رفقا بقلب محب ناحل البدن. ويذكر أنه كان من أهل الإحسان إلى الخلق، ويسعى أن يخدم خلق الله بما حباه الله من وجاهة اجتماعية، حيث أن الحاج حبيب السماوي كان رجلا مؤمنا معروفا في مدينة السماوة وعند بعض أخيار النجف وعلمائها، وكذلك بصورة عامة يعرفه أهل العراق. ومن قصص إحسانه للخلق: في يوم من الأيام أراد أن يخرج الحاج من البيت، فاستخار أن يذهب لزيارة أصدقائه، ولم تأذن الاستخارة، وأعادها للبقاء في بيته ثم للذهاب للمقهى، وهكذا
وكلما استخار كانت الخير ناهية له، إلى أن استخار أن يذهب للصحراء، وكانت النتيجة جيدة، أن يذهب ليتمشى في الصحراء. وبالفعل ذهب وأخذ يمشي طويلا في الصحراء، وإذا يلوح له من بعيد شابان ومعهم امرأة وهما عازمان على قتلها، فهرع الحاج رحمه الله إليهما مسرعا، فسمع هذان الشابان كل يوكل أمر قتل هذه المسكينة للآخر، فلما وصل إليهما سألهما عن حقيقة الأمر متعجبا من فعلهما، وقال: لماذا تريدان قتل هذه المسكينة؟ قال: إن هذه أختنا، لقد أحسسنا أنها حامل ونريد أن نقتلها، كما هي طريقة الجهلاء في وأد من يشكون بها وأن كانت بالحقيقة بريئة. فقال لهم الحاج: إني إنسان معروف جدا. وبالفعل كان من الشخصيات الاجتماعية البارزة، لأنه كان الوكيل العام لشركة سنجر المعروفة. فقال: أنا أتزوجها وأخلصكم من عارها، فهبوها لي لأتزوجها على سنة الله ورسوله، ولكي تتخلصوا من أسئلة الناس منكم عن غسلكم هذا العار، خذوا طائرا واذبحوه واجعلوا دمه على أثواب هذه المسكينة، وقولوا غسلنا العار. وأخذها الحاج بعد أن اتفقا على الأمر، ولم يأتي بها إلى بيته، بل أخذها وذهب إلى الديوانية. ولما وصل إلى الديوانية، وهي مدينة قريبة من النجف الأشرف، اتجه نحو الطبيبة هناك لتجري الفحوصات اللازمة عليها. ولما وصل للطبيبة وفحصتها لتعرف كم شهرا على الجنين، خرجت من غرفة الفحص وهي متعجبة من الأمر، لأنها وجدتها باكر، فسألت الحاج: لماذا تطلب مني أن أعرف عمر الجنين وهذه لا زالت بنت وهي باكر؟ ألا تخاف الله العظيم؟ سكت الحاج ولم يخبرها بالأمر، وأخذها وذهب بها إلى كربلاء المقدسة لزيارة الإمام الشهيد سلام الله عليه، وزيارة أبي الفضل العباس علم الوفاء والتسليم لإمام زمانه. ولما وصل بباب الصحن الشريف المبارك، وإذا بالباب شاب سيد فقير واقف هناك يستلم عطايا إمامه من يد زواره ومن يحب أن يعينه. فجاء الحاج حبيب رحمه الله إلى هذا الشاب وسلم عليه، ثم سأله: هل لك أن تتزوج ابنتي؟ وقد نذرتها أن أزوجها لسيد ابن رسول الله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الشاب الفقير: ألا ترى حالي وأنا محتاج لبركات الحسين عليه السلام وزواره لأشباع بطني، وتريد أن تبليني بزوجة؟ فقال الحاج: لا تهتم لهذا الأمر، فأن القضية ستسهل ببركة جدك الإمام الشهيد عليه السلام، وأنا أتكفل بكل أمورها. وفي نفس اليوم سعى الحاج لاستئجار بيت لهذا السيد، واشترى له ما يحتاج من أولويات الحياة من الأثاث المنزلي وما يحتاجه للطبخ والفراش وكل هذه الأمور الأولوية. ثم اشترى للسيد ملابسا تصلح لزواجه،
ولحياته الجديدة. ثم في نفس الليلة عقد السيد على هذه البنت وزوجها إياه في نفس الليلة. وفي الصباح قال الحاج حبيب للسيد الصهر الجديد والعريس المبارك للعروس الناجية من الموت المحتم ببركة الاستخارة المباركة: صهر العزيز، أرجوك أن تكون مادا يدك للحسين عليه السلام لا لزواره. اقطع الوساطة بينك وبين إمامك عليه السلام. فقال السيد: كيف لي بما تقول يا عم، وأنا لا أملك من الدنيا لا كثيرا ولا قليل. فذهب الحاج رحمه الله فاستأجر دكانا له وملأه ببضاعة، ثم قال له: الآن توكل على الله سبحانه وتعالى في ارتزاقك منه ببركة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليهما. وسابق معنى الفضيلة، فتركهم الحاج ليعيشوا حياتهم المباركة، ثم ذهب عائدا للسماوة حيث مسكنه هناك. وفي كل ليلة جمعة حينما كان يأتي الحاج إلى كربلاء المقدسة يكمل زيارته المقبولة إن شاء الله، ثم يذهب إلى العريسين ويبذل لهم ما يحتاجون إليه، ثم يرجع عائدا إلى بلده. وفي أول سنة من زواجهما رزقا ولدا، والحمد لله رب العالمين. وهكذا في كل سنة الله يرزقهم ولدا إلى أن أتم 4 أولاد. وعندما وصلوا إلى هذه المرحلة من حياتهم سأل الحاج حبيب من البنت عن أهلها وعائلتها وعشيرتهم، وأخبرته زوجة السيد المظلومة عن كل التفاصيل. فذهب الحاج إلى رئيس العشيرة وطلب منه أن يدعو جميع أبناء العشيرة رجالا ونساء، وقال: صحيح أن الكلفة ستكون كثيرة، ولكني سأدفع الثمن مهما كان كبيرا، لأن لي قصة أريد نقلها لجميع أبناء العشيرة بحضورك أنت باعتبارك الرئيس، ولي في هذا ما أنقله شهود. وجاء الحاج بالبنت وزوجها السيد والأطفال 4، وذهب بهم إلى شيخ العشيرة وهم منتظرين بلهفة، لا يعلمون بماذا سيخبرهم الحاج وماذا يريد أن يقصه عليهم، بحيث تحتاج إلى كل هذه الخسائر ودفع هكذا ثمن عظيم للأكل والاجتماع. ولما اجتمعوا حول الحاج ليقص عليهم ما لا يعلمون من أمر البنت، ولما وصلت عاقبة قضيتها فقال الحاج قاصا لهم الحادث وقضية الاستخارة وبركتها، وكيف كانت بإذن الله سببا لنجاة هذه البريئة من شفرة الظلم والجهل والتعسف والحكم بما لم ينزله الله بالعصبية والعنجهية الجاهلية. فكلهم أصبحوا آذانا صاغية، وهم يريدون أن يعجل الحاج ما يقصه عليهم ويتابع بسرده. وقال لهم: والآن قد زرع في ربوعكم الأوراد العلوية 4 ورود مفتحة عطرها من عطر أجدادهم، وأنتم تعلمون أن عرب العراق كانوا ولا زالوا يحترمون السادة والذرية الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما احترام، بل ويتبركون بماء فمهم وكل شيء ينتسب لهم. فلما سمع رئيس العشيرة هذه القصة أدهش منها وتعجب من كرامات هذه الاستخارة، وفرح لهذا الطالع الجميل، وكيف صار مظلومية هذه البنت سببا لأن يزرع في ربوعهم هذه الأسهار الحسينية. ولما سمع أخوتها الذين كانوا واضعين الأعلام السود
على أبوابهم كما يفعلها أبناء العشائر، مشيرين إلى ما دهاهم من أمر فاضح لسبب أختهم. هرعوا نحو يدي الحاج يلثموها ويقبلوها بفرح وسرور أن كان سبب نجاة أختهم البريئة، وكذلك أظل عليهم ظلال الذرية المباركة ببركة حكمة الحاج واستخارته المباركة. وهكذا أفنى الحاج حياته حبا وعشقا لله وإحسانا إلى خلقه، حتى عام 1971 للميلاد لبى نداء حبيبه. فرجع حبيب إلى حبيبه مخلفا وراءه ذكرى أيام العشق التي قضاها في هذه الدنيا، فكان من خيرة رجال العشق الإلهية. وسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. يا الجاي للحب جديد، مشعشع عندك عيد، بهونك ترى الدرب يجيد، يخليك تبدي وتعيد وتثقل عليك أوزانه. يا الجاي للحب جديد، مشعشع عندك عيد، بهونك ترى الدرب يجيد، يخليك تبدي وتعيد وتثقل عليك أوزانه.